إحنا النهارده واقفين في مفترق طرق، هل هنغرق في الover thinking وَهْم الكمال والّا هنكمّل؟ أهلًا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة من تحت الصفر للمليون. اتكلّمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن أول حاجة بدأنا إن إحنا نحلّل قُلنا إن إحنا عايزين ندخل السوق، فإحنا دلوقتي بنبحث من تحت الصفر، فبدأنا بالشريك اللي هو أول حاجة أنا باختارها، اللي هو القرار اللي هيكمّل معايا طول ما أنا شغّال في الbusiness بتاعي، ودخلنا في المرحلة اللي بعديها في الحلقة اللي بعديها عن فكرة السوق، وقعدنا إن إحنا نحلّل السوق بتفاصيله وإزاي أقدر إن أنا أدخل فيه، وبعد كده اتكلّمنا في الحلقة اللي بعديها وهي الحلقة التالتة عن فكرة عن الفكرة نفسها، وإزاي أقدر إن أنا أختار الفكرة، والنهارده جايين نتكلم في حلقة جديدة عن المفترق الطرق، ألا وهو النقطة اللي بيُقع عندها 90% من الناس وهي فكرة القرار، والقرار ده من أصعب الحاجات اللي إحنا ممكن نكون بنعملها في الbusiness، ومن أكتر الحاجات اللي بتخوّف، وبتخوّف عشان أنا مش عارف لو خدت القرار ده إيه اللي هيحصل بعد كده. وعشان كده إحنا بنغرق في وَهْم كتير أوي قبل فكرة القرار ده، وهو أولًا الoverthinking الكتير بقى، إن إحنا وَهْم التفكير العميق، وَهْم الاختيارات، وَهْم اللي هو أنا عندي آخُد الطريق ده والّا آخُد الطريق ده، طَب أنا لو خدت الطريق ده هيوصّلني لفين؟ عارف زي ما تكون موجود في interview ويقول لك أنت شايف نَفْسك فين بعد 5 سنين؟ يا عم أنا مش شايف نَفْسي بُكرة هاكون باعمل إيه، فأنت بتسألني على 5 سنين ديّة بناءً على إيه؟ أنا أصلًا غرقان في الoverthinking لو أنا جيت آكل أو أختار آكل أو أشرب حاجة معيّنة، فأنا لمّا باجي أتكلّم على إن أنا باتكلّم على فكرة الbusiness العقل بيولِّد آلاف وملايين الأفكار ليّا، فإيه نوع الفكرة اللي أنا ممكن أختارها؟ الموضوع بيبقى صعب جدًا لإني باقف عند النقطة دي وعن حاجة تانية العقل دايمًا بيوهمها لنا، هي فكرة وَهْم الكمال، والكمال اللي إحنا اتفقنا قبل كده إنه عمره ما هيكون موجود، لإن طول ما أنت واقف برّه على البر وبتفكّر طَب دي أحسن والّا دي؟ طَب أنا لو اخترت ديّة لأ، ديّة ليها عوائق معيّنة فأنا لأ، بالعكس الفكرة التانية هتكون أحسن. طَب أنا لو اخترتها لأ، أنا دلوقتي مش جاهز فأنا لازم أكون لابس بدلة وجرافتة لإن التيشيرت ده ما ينفعش. أنا دلوقتي معييش فلوس خالص فأنا لازم يكون معايا مليون جنيه، أول مليون جنيه لمّا أكوّن أول مليون جنيه هابدأ. فهي دي الفكرة اللي إحنا عندها بينهار حتى لمّا نحُط أفكار قدّامنا وشايفين إن هي ناجحة، لإن الفكرة عارفين ليه؟ دي حاجة نفسية بحتة. الفكرة دايمًا بتساوي احتمالات، وبتساوي براح، وبتساوي حرية، وبتساوي مساحة، وبتساوي مساحة كبيرة أقدر إن أنا أتحرّك فيها، لإن أنا ممكن الفكرة دي تعجبني، لأ ما تعجبنيش، أقعد أحلّل الفكرة، بعد كده أروح أكلّم أصحابي، بعد كده أكلّم ناس تانية خبيرة، فالفكرة دايمًا مدّياني مساحة كبيرة لعدم الالتزام، مدّياني طُرق كتير أوي. أمّا فكرة القرار فهو ديّة أول خطوة على الطريق لفكرة الالتزام. فكرة إن أنا خدت قرار فديّة معناها إني أنا بدأت أول خطوة حقيقية في فكرة إني أنا أبني business ناجح أو أبني طريق نجاح ليّا لو أنا مش باتكلم إحنا هنا مش بنتكلم عن business بس، إحنا بنتكلم عن الbusiness mindset عقلية الbusiness اللي هو أنا خدت قرار إني أنا هاعمل محتوى زي اللي أنا باعمله معاكم دلوقتي أو زي اللي إحنا بنعمله في السلسلة اللي إحنا شغالين فيها ديّة. أنا خدت قرار إني أنا هاعمل م ه هاعمل مشروع تجاري ناجح وأول خطوة هاعملها اللي أنا باملكه، وإحنا اتفقنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت، إن أول خطوة دايمًا بتكون اللي أملكه تحت إيدي النهارده، دلوقتي، دي الأدوات اللي أنا باتحرك فيها، وده ال ودي لو أنا أملك الوقت فأنا هاستخدم الوقت بتاعي، لو أنا أملك جنيه فأنا هاخد 10% من الجنيه وهابدأ إن أنا أجرّب. فإحنا بنتكلم دايمًا في السلسلة ديّة وده الهدف منها عن النجاح الفعلي في إني أنا أقدر أبني حاجة أو مشروع ناجح، وعاملين حاجات تانية مكملات ليها لطيفة ممكن تبقوا تشوفوها في سلسلة عبد الغفور البرعي فكرة، وكمان في السلسلة التانية اللي ليها علاقة سلسلة حلقات التانية اللي بتتكلم عن لو الدنيا تقيلة عليك، ديّة حاجات بتكون بتدعم ال 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 التح بت بتدّيك تحليل نفسي عميق لفكرة أنت إزاي تقدر إن أنت تقتحم الصعوبات اللي بتقابلك، وإيه الحاجات، إيه الmuscles، إيه العضلات اللي أنت تستخدمها معاك في الطريق ده عشان تساعدك، لإن أنت معنى إنك خدت قرار فأنت بدأت رحلة. الرحلة ديّة اتفقنا قبل كده إن الرحلة ديّة هتكون فردية، الرحلة ديّة عمرها ما هتبدأ وأنت وأنت هتكون مبسوط وكل الطرق مذللة ليك وسهلة، عمر الرحلة ديّة ما هتكون بتبدأ، أنت إحنا بنتكلم في قرار صعب، قرار إن أنا أكون شخص مختلف عن الشخص اللي موجود النهارده. القرار ده هو نقطة فارقة، ما بعده مختلف تمامًا عن الحاجات اللي قبلها. فكرة إن أنا خدت قرار
إن أنا أبدأ business جديد أو فكرة إن أنا خدت قرار معناها التزام، معنى القرار مسؤولية، مسؤولية عن إيه؟ مسؤولية عن إني أنا أكون باعمل حاجة مختلفة، والحاجة المختلفة ديّة باعملها كل يوم وملتزم عليها، وإني أنا خلاص شِلت أو خلاص جنّبت النفسية وجنّبت العوامل اللي هي ليها علاقة بعدم الاستمرارية أو بالmood، إن أنا باتحرّك الmood هو اللي بيحرّكني، وفعّلت mood الالتزام، إن أنا لازم ألتزم وأعمل الحاجة ديّة عشان أقدر إن أنا أكمّل. فأنا فعّلت الmood بتاع الالتزام، فخلاص أنا هنا خدت قرار صارم. طب إيه اللي بيساعدني إن أنا آخُد قرار؟ أول حاجة عارفين استراتيجية اسمها ال5 ثواني، إن أنا باقول بسم الله الرحمن الرحيم 1، 2، 3، 4، 5، وباقوم أعمل الحاجة اللي أنا متّفق إن أنا هاعملها. لو أنا باعمل الحاجة ديّة بشكل مستمر أو بشكل يومي، لو أنا اتفقت إن أنا يوميًا هاعمل رياضة، فأنا محتاج إن أنا أنزل أجري، خلاص أنا أعِد ال5 وأقوم ألبس وأتحرّك. لو أنا هاقرأ كتاب، فأنا باعِد ال5 وبافتح الكتاب، خلاص. الحاجة التانية إني دايمًا أكون ب ب ب باشيل كل الجوانب اللي بتخلّيني، كل المشتتات اللي بتخلّيني إن أنا مش هاقدر إن أنا آخُد الخطوة الجاية. يعني أنا دلوقتي لو الفكرة بالنسبة لي هو إن أنا باحُط الأفكار، المرحلة اللي إحنا كُنّا بنتكلّم فيها في الفكرة إن أنا إزاي أختار الفكرة وكده، فالالتزام هو اللي أو مرحلة القرار هو اللي هيخلّيني خلاص أنا خدت القرار إن أنا هاتبنّى الفكرة دي. فخلاص أنا القرار هو اللي بيخلّيني، أو تنفيذه هو اللي بيخلّيني آخُد الخطوة التانية على فكرة. مهما كان القرار هيكون أفضل، القرار حتى لو كان خاطئ هو أفضل مليون مرّة من التفكير، حتى وإن كان التفكير ده ممكن على الورق كده أنا باتوهّم فيه إن هو هيوصّلني لحاجة صحيحة، لإن ما فيش حاجة صحيحة، هي كلّها تجارب وكلّها تجارب وأخطاء، حتى اسمها التجربة والخطأ، ما اسمهاش التجربة والصواب، لإن أنا التجربة وباغلط، بعد كده باجرّب وباغلط غلطات أقل وهكذا لحد ما أوصل لحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام لمّا كان، لو إحنا جينا رجعنا كده في السيرة، وأنا باحب دايمًا أربط السيرة لإن هي قصة نجاح، قصة نجاح، تجربة لشخص كان بيبدأ لوحده، ل لناس دلوقتي بقوا ملايين ومليارات حوالين العالم في مدة صغيّرة. وحتى لو بنتكلّم في وقت البعثة، فإحنا بنتكلّم في شخص بدأ لوحده، لمشهد تاني لو خدنا نقلة كده لفتح مكة، داخل ب10.000 والناس كلّها شايفة التجربة بتاعته، وهو بيراسل العالم وبيبعت لكل الناس حوالين الدنيا إن إحنا موجودين. كان أكتر حاجة بتميّز التجربة ديّة هي فكرة القرار. وعلى فكرة القرار حتى لو جينا قِسناها، هتلاقي التجارب اللي ليها علاقة بالصح، والتجارب اللي جينا بعد كده اللي ليها علاقة مثلًا بنصر وهزيمة، اللي ليها علاقة بالصح والغلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان دايمًا فكرة والقرار ديّة دايمًا هي اللي بتخلق فكرة المبادر، كان دايمًا هو اللي مبادر، عمره ما كان هو ردة الفعل. يالّا بُكرة إحنا بدأنا الرسالة، يالّا شوف مين أكتر حد قوي، أو أكتر حد ممكن ينتشر، أدوّر على حد صديق، الصُحبة، أروح رايح نكلم أبو بكر الصديق. طيب نشوف مين أكتر حد مُفكّر، وهو كمان صغير في السِن ونبدأ نتكلم معاه، يالّا نكلم علي بن أبي طالب. نشوف أكتر حد داعم، يالّا نشوف السيدة خديجة واحكي لها اللي حصل. طب مين اللي ممكن يكون حتى يعني في التجربة ديّة بتقول إن مثلًا أبو طالب كان داعم النبي عليه الصلاة والسلام مع إنه ما أسلمش. يالّا نختار حد فيهم. يالّا العذاب والتعذيب ومكة ضاقت بأهلها، يالّا نعمل الهجرة الأولى، يالّا نروح الحبشة. مع إن الحبشة دي بعيدة، مع إنه هو شايف إن هناك في ملك، هل هو ضامن النتايج؟ فكل الحاجات ديّة دي مبادرات. يالّا نعمل غزوة بدر. طب بعد غزوة بدر، طب يالّا نعمل غزوة أحد. خدنا قرار خدنا رأي الناس، والناس قالت في غزوة أحد لأ، يالّا ننزل، إحنا اللي نروح لهم ونطلع، مع إن كان في آراء تانية بتقول لأ إحنا هنفضل في المدينة، وطلع القرار ده خسرنا المعركة، مش هنوقّف. يالّا نعمل مبادرة تانية وإحنا لسه فيها في قلب المعركة، نعمل حاجة تانية ونعمل سرية عشان نقول لهم إن إحنا موجودين. وهكذا. كل القصة ليها علاقة بقرارات اتّاخدت واتنفّذت، أيًا كانت النتيجة بتاعة القرارات ديّة. لكن لو بصّيت ليها كقرار كل واحد لوحده، هتلاقي إن مثلًا لمّا يقول لك إيه، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا في غزوة أحد، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلوا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إيه، قُل فادرءوا عن أنفسكم الموت. يا عم أنت نَفْسك هتموت بعد فترة إن كنتم صادقين. فهي لو بصّيت لها في الآخر كتجارب فردية، لو أنت قاعد من برّه وفضلت قاعد من برّه، هتقعد تحلل، ده هنا كان صح، هنا لو كانوا راحوا ما فعلًا كان الموضوع هيختلف، لو ما كانوش راحوا الحبشة وكانوا راحوا لحد تاني كان ممكن الموضوع يختلف. لكن لو بصيت لها كتجربة على بعض، كتجربة اتبنت، هتلاقي إن التجربة عمرها ما كانت هتنجح
الا بقرارات كتير اتخذت واتحطت جنب بعض. في الاخر اللي انا عايز اوصله فكره ان انت عباره عن مجموعه قرارات اخدتها فخلقت تجارب، فالتجارب ديّة حوّلتك أنت للإنسان اللي أنت موجود. ولو أنت فضلت خايف طول عمرك، هتفضل أنت مشروع كان ممكن يبقى ناجح، ولكن خوفك وتفكيرك العميق ووهم الكمال هو اللي عطّل المشروع ده وخلّاك النهارده واقف في نفس الخطوة اللي أنت كنت عاوز تتحرّك منها واللي موقّفاك من سنين. استعين بربنا سبحانه وتعالى، توكّل على الله، خُد قرار، سيبك من التفكير، خُد قرار النهارده. القرار ده بيساوي دايمًا التزم بيه، واخلق التزام يومي موجود بتعمله جوّه القرار اللي أنت خدته، أو بيحقق لك اللي هو الprogress أو بيحقق لك التقدُّم، وصدّقني هتلاقي فرق حتى لو القرار ده كان غلط بعد فترة، لإن القرار الخاطئ ده هو عبارة عن تجارب كتير أوي هي اللي هتخلق بعد كده منّك قصة نجاح، لمّا تبدأ إن أنت تاخد قرار جديد تاني وتتجنب الأخطاء اللي أنت قابلتها في كل قرار. وده اللي إحنا هنفضل نعمله طول حياتنا على فكرة بالمناسبة، لحد ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بناخد قرارات فنغلط. عشان كده المجتهد دايمًا، المجتهد له أجر. ليه حتى المجتهد لو أخطأ له أجر واحد. ليه ما قال ليه ما هو أخطأ، ليه خد أجر؟ أجر المحاولة، أجر القرار إن هو أصلًا كان شخص مبادر. في الآخر فهو البقاء دايمًا والنجاح دايمًا للمبادرين. فأنت لو عايز تخلق business ناجح، عايز تبقى راجل شخص موجود، عايز تبقى شخص ما فيش منّك كتير في اللي حواليك، خلّيك أنت الفاعل، ما تبقاش ردة الفعل، خُد قرار واتحرّك والتزم، هتلاقي حاجة تانية وهتلاقي نتايج تانية مختلفة في كل حاجة محيطة بيك. وجرّب وصدّقني مش هتندم. ودي كانت الحلقة الرابعة من السلسلة، استنونا في الحلقة الخامسة. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.